جوزي جالي وطلب مني كنافة زمان المشعرة الطرية بتاعت امي وامك، فانا رحت على طول اشتريتها له وعملتها له. جبت كده نص كيلو من الكنافة الفريش، وبعدين قطعتها كويس قوي زي ما كانت امهاتنا زمان بتعمل. بعدين سيحت عندي كوباية من السمنة او ربع كيلو برضو من السمنة. عندك سمنة نباتي تنفع، عندك سمنة بلدي تنفع، كله بإذن الله ينفع. بعدين كان عندي هنا شربات كنافة في التلاجة، اخدت منه 5 معالق كبار من شربات الكنافة ده وحطيتهم على السمنة بتاعتي. لو ما عندكيش تقدري تستخدمي معلقة كبيرة عسل جلوكوز، ما عندكيش تقدري تحطي على الكنافة 4 معالق كبار من السكر البودر. تمام، نص كيلو بياخد 4 معالق كبار. دوبت كده الشربات مع السمنة كويس قوي. بعدين جبت الصينية اللي هشتغل فيها وبدأت ان انا اخد من الكنافة شوية بشوية واشربهم بالسمنة كويس قوي زي ما انتوا شايفين معايا كده في الفيديو. ابتديت ان انا اشرب كده شوية بشوية زي ما كانت امي وامك زمان بيعملوا بالظبط. تمام، هاخد كده شوية كمان واشربهم برضو بالسمنة زي ما انتوا شايفين كده معايا. اشربها كويس قوي بالسمنة. الشربات هنا بيدي لون حلو قوي للكنافة وبيخلي طعمها حلو جدا. تمام، عملت بقى الكمية كلها بتاعتي كده. بعدين حطيتها في الصينية وبدأت ان انا اوزع الصينية بتاعتي كده كويس قوي زي ما انتوا شايفين بالطريقة اللي انتوا شايفينها معايا كده. تمام، بعدين هجيب بقى كيس تلاجة كده هفتحه وبعدين احطه على وش الكنافة بتاعتي واكبسها كويس قوي بصينية قدها او اقل منها في المقاس، وابتدي ان انا اكبسها. مش هتقدري فوق الرخامة، تقدري تاخديها كده على الارض وتقعدي تكبسي فيها بكل قوتك عشان الكنافة بتاعتك تطلع مكبوسة وحلوة ومش مفرفطة لما هنيجي نقطعها بعد التسوية. تمام، كبستها كده كويس قوي زي ما شفتوني. هشيل بقى كيس التلاجة واظبط كده الحروف والجوانب بتاعتها بمعلقة كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده معايا. في الوقت ده هكون بسخن الفرن على حرارة 180. تمام، رف اوسط، وهدخل الكنافة بتاعتي عشان تستوي وتتحمر فيها. طبعا انا ما فتحتلهاش اي شواية، هي اتحمرت منها فيها من حرارة الفرن. عندي بقى هنا كان شربات كنافة كان موجود عندي في التلاجة، فما حبيتش ان انا اعمل. مقاديره: كوبايتين من السكر، كوباية من المية، عصير نص ليمونة. هسيبهم يغلوا على النار، هحسب من وقت الغليان 8 دقايق. بعدين هسيبه يبرد تماما. تمام، تطلع بقى الكنافة معايا سخنة جدا. هسقيها بالشربات البارد بتاعي وبعدين اغطيها عشان تطلع معايا طرية. يا رب تجربوا الوصفة دي ان شاء الله وتعجبكم. بحبكم جدا في الله. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتحطوا لي لايك وشير للفيديو بتاعي، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.